ازيكم يا حلوين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكل متابعيني. لو اول مره بتشوفيني تفعلي زر الجرس للكل عشان يوصلك كل جديد مني، ولكل متابعيني لايك كده وكومنت محفز منكم. شفتوا الحلاوه والجمال دي؟ اسمها مرتة. المرتة دي بنطلعها من الزبده الفلاحي اللي ما بنسيحها على البوتاجاز ونحولها لايه، ليه، سمنه. دلوقتي احنا هنعملها خطوه بخطوه مع بعض، وسهله جدا جدا جدا. طبعا في بنات كتير بتخاف ان هي تسيحها علشان ما تتحرقش منها. سهله جدا وبسيطه وما بتاخدش وقت على البوتاجاز خالص. تعالوا بقى كده نسيحها ونعملها مع بعض. ده طبعا الكلام ده بينطبق على الزبده الفلاحي والزبده النيوزيلندي، الاتنين بنفس الطريقه. هنجيب الحله اللي احنا هنعمل فيها، هنحط فيها الزبده بتاعتنا. وهنسيبها طبعا تسيح خالص خالص. انا بحب الصراحه الزبده النيوزيلندي عن الزبده الفلاحي، بتبقى ليها كده طعم وريحه في الاكل بجد رهيبه. كمان في الحلويات بتديها تيست حلوه قوي قوي قوي. تعالوا بقى كده نسيحها كده مع بعض كده. دي خطوه مهمه جدا. بجيب كده معلقه ممسوحه من الملح وبحطها كده بعد ما الزبده تسيح بالشكل ده. تمام يا حبايبي، هنسيبها بقى كده تغلي كده وتاخد وتدي كده مع بعض زي انتم ما شايفين. طبعا انا الحله بتاعتي كانت يدوب، انتوا لو الاحسن تبقى الحله كبيره شويه عشان ما تفورش. طبعا على نار هاديه، مش على نار عاليه، علشان ما تفورش منك على البوتاجاز وتهدر منك الزبده كلها. هنسيبها كده على نار هاديه خالص. ده كده ايه، هنشوف بقى ان هي استوت. نعرف استوت ازاي؟ بنجيب المعلقه بنجيبها كده في ارضيه الحله، بنعملها كده نلاقي المرتة مسكت في المعلقة في أرضية الحلة، بنلاقيها كده. يبقى كده السمنة بتاعتي استوت. شوفوا دي المرتة يا بنات. هنسيبها طبعا، هنطفي عليها وهنسيبها تهدى خالص وتبرد خالص. اهي بصوا بالشكل ده، ما خدتش وقت معانا على البوتاجاز خالص. ده الوش بتاعها بيبقى مختلط بالمرتة بالسمنة مع بعض. عايزة تشيليه تحطيه مع المرتة مفيش مشكلة. هنسيبها كده تبرد. بص بالشكل ده كده الزبدة بتاعتنا اتحولت للسمنة. طريقة سهلة جدا. بتسيبيها على البوتاجاز على نار هادية، وبعدين بتحطي معلقة مرشوشة من الملح، ممسوحة من الملح، وتسيبيها تستوي على نار هادية مع بعض لحد ما تلاقي المرتة عملت كده في أرضية الحلة. كده اهي السمنة بتاعتنا بردت خالص. هجيب برطمان وافضيه فيها. طبعا برطمان بيكون ناشف خالص، ما يكونش فيه ولا نقطة مية، ناشف خالص. بتكوني متأكدة ان انت منشفاه خالص عشان السمنة بتاعتك ما تبوظ. بتحطي فيه طبعا الزبدة اللي انت سيحتيها، اللي انت حولتيها لسمنة. عايزه تحطيها بقى في التلاجة براحتك، عايزه تسيبيها بره براحتك. هي كل ما بتقعد كده بتلاقيها جمدت ايه مع بعض. طبعا احنا في الشتاء وتلاقيها تجمد معاكي في بسرعه. دي المرته بتاعتي طبعا في مختلط منها كده من السمنه، فانا ايه هجيبها على البوتاجاز تاني واسيحها عشان ايه افصل شويه السمنه اللي في ايه ارضيه الحله. دي المرته بتاعتي انا بوريها لك، هي بجد بتبقى طعمها جميله جدا، ولا حادقه قوي ولا دلعه قوي. الملح بتاعها كان مظبوط، كان 2 كيلو من الزبده عليها معلقه ممسوحه من الملح، كانت عيار مظبوط جدا. بجد حلوه قوي وجربوها. ولو جربتوها تعالوا هنا على الفيديو قولوا لي انتوا عملتوا ايه. لو اي استفسار سيبوا لي كومنت وانا ارد عليه. تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك واي كومنت كده حلو منكم. ولو اي استفسار قولي وانا ارد عليه. لو عايزين اي اكله او اي حاجه قولي في اي كومنت وانا اعملها لكم ان شاء الله. بصوا المورتا عامله زي الكريمه، حلوه قوي وهتعجبكم. تنسونيش بقى في دعوه حلوه منكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا احلى متابعين.